لغايه 2026 وبتحافظ على الدوله المصريه. انا بقول ان احنا بين فكي رحم. المشروع الصهيوني والمشروع الشيعي هنا عايزين امتداد، وهنا عايزين امتداد. اللي في النص مش مشكلة خالص، مين يموت مين يكون موجود، مين يزال ومن يبقى، مين الدول اللي تفضل على الخريطة ومين الدول اللي تبعد عن الخريطة، مش مشكلة. فبالتالي احنا دلوقتي الأمور محتاجة نوع بقى من التوعية الحقيقية والوعي الإيجابي وإزالة كل الاختلافات والالتئام والتوائم بيننا وبين بعض ورا الدولة المصرية. محتاجين نقول إن في مهم، لكن اللي احنا محتاجينه أكتر إن في أهم، وهي اللي احنا فيه دلوقتي: الأمان والانتماء للدولة، وإن احنا نتغاضى عن كل المشاكل، وإن احنا نعرف إن احنا في فترة عصيبة. محتاجين نقول للمرأة المصرية مهما كانت من حبة مناوشات حوالين مننا، حبة أسعار شوية، حبة ميديا بتخش هنا وهناك شوية، أيا كان الأمر، خلي بالك إن أنتي في اللحظة دي محتاجين دور. محتاجين حميدة خليل اللي كانت استشهدت أول شهيدة في 2019 روحها تكون موجودة. محتاجين صفية زغلول، ومحتاجين هدى شعراوي، محتاجين سميرة موسى، محتاجين كل دولة اللي هزوا العالم في وقت ما كانش فيه الست لسه البرقع بتلبسه ولسه الملس بتلبسه، وخروجها كان مش بحساب، ده خروجها يا دوبك كده كان بعنوان. محتاجين ان المرأة المصرية تقول لنفسها وتقول لبيتها. محتاجين المرأة المصرية تلم حال أسرتها مهما يحصل. أنا يعني حاجة وهرجع لها تاني، أمريكا خدت بالها وقالت إن 3-4 أيام وكبرها أسبوع، مش عشان قوة أمريكا خالص، عشان كانت بتدور على إنها تعمل ثقوب في الثوب الداخلي في المجتمع الإيراني من جوه، فيتقلب على بعضه، فاللي بره يفتح اللي جوه، يفتح المجال اللي بره يخش. وبالتالي ما عرفتش، خدوا بقى الخونة موتوا اللي موتوه، عملوا اللي عملوه، فطلع الناس متماسكة بينهم وبين بعض. فالاسبوع ولا ال4 أيام هيجروا اسبوعين، وممكن يجروا 5-6 شهور لغاية اخر السنة. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال حد يوصل لينا كدولة مصرية طول ما احنا كلنا ايد واحدة، طول ما احنا كلنا ورا القيادة السياسية، جيش وشرطة ورياسة، جيش وشرطة ورياسة. أنا دايما أقول إن مصر واحدة مش تاني خالص، غني فقير، هي بلد واحدة، ومفيش إلا جواز واحد، ومفيش إلا أمن واحد. مهما اختلفنا ومهما مستوانا الاجتماعي اختلف، لكن في النهاية هو أمن واحد مفيش غيره، شاء من شاء وأبى من أبى. المرأة المصرية دايما حاضرة، والمرأة المصرية دايما هتكون هي العنوان الحقيقي، ودايما هي هتكون عمود الخيمة. فبقول لها خلي بالك، وخلي عندك التوعية مش سطحية، توعية عميقة جدا. وخلي بالك ان اللي بيحصل ده مش عشان، يعني انا بقول انا في اعتقادي قد اكون خطأ وقد اكون صح، مش عشان حالة اقتصادية ولا حالة عسكرية ابدا، ده معتقدات دينية من النيل الى الفرات. كل ده خلي بالكم، لما ترامب اول ما جه في الفترة الاولانية اول حاجة عملها ايه؟ حط الخريطة وعمل بالقلم وقال على اسرائيل دي صغيرة قوي. ايه الكلام ده؟ يعني ايه صغيرة قوي؟ يعني ايه صغيرة قوي؟ تروح شمال ولا يمين؟ هتروحها هنا عند البحر ولا تيجي عندنا ولا تطلع فوق؟ الله. اوعى حد يتكلم او اي حد يتخيل ان اي سياسي من الناس دي لما بتتكلم ما عندهمش حاجة اسمها خطأ مادي ولا زلة لسان، لكن هم بيدونا المعلومة او الكبسولة اللي خططوا لها من سنين قاعدين يشتغلوا عليها بالظبط كده في عبارات مغلفة. عارفين ليه حضراتكم؟ عشان نبقى احنا ممهدين، وعشان لما يحصل حاجة
ما نقولش بقى ايه ده معقول. لما احنا النهارده كلنا كده لما شفنا بتاعت جزيره إبستين اللي هي جزيره الشيطان والجنس الثالث اللي موجود، اللي احنا كعوام ما نعرفوش، لكن المتبحرين والسياسيين عارفين الكلام ده كله، احنا بقينا في حاله ذعر والموضوع بقى في حاله فزع، وقلنا ايه ده في كده؟ لا في كده، في شياطين في الارض وفي اتباع ليه وفي ناس مخلصين لوطنهم ولدينهم في كده. وبالتالي احنا في اللحظه اللي الوعي فيها غايب واللي العالم فيها مضطرب واللي العنوان الحقيقي للبقاء والانتماء وللولاء هو المرأة المصرية، بقول للمرأة المصرية خليكي يقظة قوي. بقول لها جدودنا وجدود جدودنا هم اللي حافظوا على البلد دي، واحنا اللي هنحافظ على الأسرة المصرية، واحنا اللي هنكون الدرع الحقيقي للدولة دي. لما كنا زمان يبقى في عيد ميلاد طفل صغير فكانوا يلبسوه بدلة الجيش وكنا نبقى مبسوطين قوي، والناس التانية تلبس بدلة الشرطة ونبقى مبسوطين قوي. لا، ده احنا الشعب المصري كله واولهم المرأة المصرية كلنا هنكون جنود في الجيش. كلنا هنكون جنود في الجيش، كلنا هنلبس لبس الجيش، مش عشان خاطر نروح نحارب، لكن عشان نحمي البيوت من جوه، عشان لما يكون لا قدر الله لو كتب علينا الحرب او القتال او الدفاع يبقى في جبهه خارجيه بتدافع عنينا وجبهه داخليه بتحمي الاسره المصريه. لو وصلنا للمرحله دي يبقى انا فعلا المراه المصريه هتفضل من اول الخلافه الاسلاميه لما سيدنا عمر بن الخطاب عين اسمها الصحابيه الشفاء بنت عبد الله الحسابه، او كانت يعتبر زي وزيره ماليه تلف في السوق في المدينه المنوره، ولما لقى النجاح الكبير ليها عين واحده تانيه في مكه المكرمه وادها زي خرزانه كده او حاجه. المراه المصريه من ايام القدماء المصريين ومن الخلافه الاسلاميه وبعد كده على مدار التاريخ هنا قدرت تكون عنوان للتقدم، للحضارة، للبناء والانتماء وللمحافظة. هتثبت المرأة المصرية في 2026 انها قد التحدي، وان احنا الرقم المهم في معادلة التنمية الحقيقي، وان احنا الرقم الاهم في المحافظة على الامن القومي المصري. وبالتالي انا بقول للمرأة المصرية هيا بينا، خلينا ايدنا في ايد بعض، خلينا نجنب كل الثغرات او المشاكل اللي بتعمل لنا قلق، وخلينا واحنا في عيد المرأة المصرية 16 مارس نفتكر الشوارع كانت ازاي والمرأة كانت ازاي والعدد كان قليل قد ايه، لكن الايمان بالوطن كان قد ايه. احنا النهارده هنكون قد التحدي، وهنقول لاي حد ان الجيش بعدينا واحنا الاول، واللي هيقدر يوصل لينا في اي حاجه احنا اللي هنكون الجنود. ويا بخت بقى من مات شهيد. كل سنه وانتم طيبين، نورتونا وشرفتونا وكترتونا، ويا رب دايما 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 المجلس الوطني لدعم رئاسه الجمهوريه او للدوله المصريه والمؤسسات المجتمع المدني نكون لحمه واحده وايد واحده لبناء المواطن المصري ولبث الوعي الايجابي، ودايما نكون قد التحدي ونكون فعلا حافظين ومؤمنين بان الامن القومي المصري مش بس حكر على الجيش المصري او الشرطه المصريه، لكن على المواطن المصري قبل الجيش وقبل الشرطه. كل سنه وانتم طيبين.